السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم شباب صيدلة في كل مكان على قناة ذا فارماسي. أنا دكتور إيهاب الزيات، وإن شاء الله النهاردة بإذن الله هنكمل الليكتشر 22 في كورس الفارماسيوتيكال كالكوليشن. إن شاء الله النهاردة معادنا مع تشابتر 10 بنتكلم فيه على selected clinical calculations. النهاردة إن شاء الله إحنا هنمر على حالات من السبيسيفيك كالكوليشنز بنحتاج إن إحنا نركز عليها، بيحتاجها الصيدلي اللي شغال في مستشفى أكتر، فهنركز على الحالات ديت أكتر، وهنحتاج إن إحنا نفهم إزاي بنعمل كالكوليشن لكل حالة منهم. وهنبدأ بأول حالة النهاردة في المحاضرة بتاعتنا، يعني شابتر 10 ده هناخده على كذا فيديو. فهنبدأ بأول حاجة اللي هي الهيبارين دوزين كالكوليشن. لما أنا أعمل دوزين كالكوليشن للهيبارين، وإيه الكيسز اللي ممكن تجيلي أو البروتوكول اللي بتشتغل عليه مستشفى من المستشفيات، وبالتالي أنا كصيدلي المفروض إن أنا I have to work with this protocol وأعمل الكالكوليشن بناء على الحسبة اللي بتجيلي من المستشفى أو اللي بتتبعها المستشفى، علما بأن الحسبة دي كمان بيبقى فيها نوع من التغيير، أو الدوز بتختلف من فترة لفترة. يعني هي مش فيكس الدوز أنا باخدها على طول الخط ثابتة، لا، الدوز بتختلف من مرحلة لمرحلة على حسب استجابة المريض وعلى حسب بيحصل ايه فيه. انتوا عارفين طبعا الهيبارين هو مادة بتحسن السيولة بتاعة الدم أو بتقلل التجلط، فبالتالي أنا محتاج أعمل لها مونيتورنج كويس جدا، لأن على حسب استجابة المريض وعلى حسب تغير بعض البارامترز أنا بحتاج إن أنا أدجست الدوز دي بشكل أو بآخر. فخلينا نبدأ في التفاصيل دلوقتي، ونبدأ في الجزء دوت من الكتاب. هنتكلم الأول في مقدمة نظرية بنشرح فيها الحاجات المتعلقة بالهيبارين دوزين كالكوليشنز، ثم ندخل في المسائل زي ما تعودنا ونمرن إيدينا على حل المسائل. فأول حاجة إيه هو الهيبارين؟ وات الهيبارين بالأساس؟ الهيبارين ده أنتي كواجولانت ميديكيشن، هو حاجة مضادة للتجلط، خلاص. derived from animal intestinal mucosa، يعني ممكن بيعملوا له extract من الأمعاء بتاعة الحيوانات. ممكن يبقى جاي من مصدر بقى يعني بقري أو بوفين سورس أو بوركين سورس، خنزير. طبعا احنا ما بنستخدمش الخنزير، وبالتالي احنا عندنا regulations في بلادنا العربية والإسلامية إن أي حاجة من بوركين سورس إن احنا ما نستخدمها أصلا، لأن هي جاية من مصدر غير مقبول بالنسبة لنا. طيب، عندنا الهيبارين كان بي ستاندردايزد، يعني يتوفر في شكل سولت زي الهيبارين صوديوم، وده مكافئ ل 180 يو اس بي هيبارين يونت بير ملي جرام. يعني اكوردنج لليو اس بي كل ملي جرام يحتوي على 180 يو اس بي هيبارين يونت. اوكي، بقدر اديه ازاي للمريض؟ بديه انترافينس خلاص، او intermittent intravenous injection او بالانفيوجن يعني، او ادي deep subcutaneous injection تحت الجلد. خلاص، يبقى دي 3 طرق ممكن انا اعطيها للمريض حسب الحاله وحسب بروتوكول العلاج وحسب احتياجي للمتابعه بالنسبه له هيبقى عامل ازاي. طيب، الكلينيكال يوزز امتى ممكن ان انا استخدمه؟ فممكن يستخدم في treatment of acute فينس ثرومبو امبوليزم، يعني لما يكون في جلطه موجوده مثلا في الاورده او كده، او بريفنشن اوف ثرومبو امبوليزم، انا عايز امنع ان يحصل تجلط خاصه بعد العمليات، وده بيتاخد بايه؟ لو دوز ثيرابي، يعني جرعات صغيره جدا كبروفلاكتيك او تمنع اصلا حدوث الجلطه من الاساس. وممكن يستخدم طبعا في تريتمنت اوف اكتيف فليبايتس، اللي هي برضو الجلطات اللي في الاورده، او البلمونري امبولاي اللي هي الجلطه في البلمونري فينز او ارتريز وكده. طيب، احنا عارفين الهيبارين من الحاجات اللي بتتاخد، وقلنا ان هي ماده مسيله او مضاده للتجلط، وبالتالي ممكن تسيل الدم زياده عن اللزوم او يحصل هيموريج او انترنال هيموريج، نزيف داخلي، وبالتالي في بعض البيشنت بيبقوا ات ريسك، لازم اعمل لهم متابعه بشكل كويس جدا. من ضمنهم الالدرلي بيشنت اللي هم كبار السن، كذلك البوست سيرجيكال بيشنت اللي هم بعد العمليات، او البيشنت ويز هيستوري اوف بيبتيك ألسر، عندهم قرحه معديه وبالتالي ممكن يحصل نزيف في المعده، او الناس اللي عندهم رينال سيفير رينال او هيباتيك فيلير، كذلك البيشنت اون ميديكيشن افكتنج البلاد كلوتينج، يعني اصلا هم البيشنت ده بيتعامل مع ادويه تانية بتاثر او بترفع نسبه السيوله بتاعه الدم. طيب، ايه المونيتورنج ريكويرمنت اللي انا بحتاج ان انا اعملها؟ ازاي اقدر اتابع المرضى ديت؟ اول حاجه الدوز بعمل لها ادجستمنت بيزد على حاجه اسمها APTT اللي هي Activated Partial Thromboplastin Time Test، يعني ده الوقت اللي بيحسبوا فيه ممكن يحصل تجلط امتى.
فهو بياخد سيمبل، يعني بياخد عينه من البلاد وبيشيل منها البليتلتس، عشان كده اسمه بارشال، يعني مش بياخد البلاد كامل، بيشيل منها البليتلتس وبيحط عليها مثلا حاجه تحفز عمليه التجلط، وبيحط كالسيوم ويشوف هتاخد وقت قد ايه. يوجوالي الطبيعي بيبقى مثلا من 25 ل 35 ثانيه عشان يحصل تجلط. طب لو زاد عن كده يبقى انت زودت قوي من الايه، من الهيبارين بتاعك، محتاج تقلل الدوز شويه. فهو بيمونيتور الوقت اللي بياخده عشان يحصل التجلط. والله لو زاد قوي الوقت دوت يبقى انت محتاج تقلل جرعه الايه، الهيبارين، عشان ما تدخلوش في نزيف داخلي. طب لو الوقت ده قليل او يعني بيحصل تجلط بسرعه جدا، محتاج ان انت تزود الجرعه بتاعه الهيبارين اكتر عشان تحسن السيوله بتاعه الدم. طيب التست بيرفورمد بيفور اتش اي في انجكشن، قبل كل يعني intravenous injection و every 4 to 6 hours during الانفيوجن. وانا بقعد المريض مثلا على حقن وريدي عن طريق المحلول يعني، او التنقيط الوريدي intravenous infusion، فمحتاج كل 4 ل 6 ساعات اعمل التست ده واشوف ايه الاخبار، عشان اشوف هعمل ايه في الجرعه اللي بعديها، اقللها ازودها وهكذا. طيب التارجت الاي بي تي تي maintained at 1.5 ل 2x البيشنت بري تريتمنت فاليو. يعني الهدف بتاعي ان انا قبل ما البيشنت ده مثلا اديله الهيبارين او كده، اشوف الاول قبل ما اديله العلاج بتاعي الاي بي تي تي تايم ده بتاعه عامل ايه. فالهدف بتاعي ان انا بعد ما احسب التايم دوت بالنسبه له قبل ما ياخد اي حاجه، ان انا يبقى التارجت ان اطلع عن التايم دوت مره ونص المرتين، يبقى ضعفه خلاص مره ونص المرتين، بحيث ان احنا قلنا كل التايم ده لما نزوده يبقى انا بعمل ايه، بحسن سيوله الدم او بدي وقت اكتر عشان يحصل ايه الكلوتينج وكده. تمام. طيب الهول بلاد كلوتينج تايم ابروكسيمتلي 2 ل 3 اكس من الكنترول فاليو. طبعا هنا لما بحسب بقى الهول مش البارشال زي ما قلنا، مش هشيل بقى بليتلتس ولا هشيل اي حاجه، انا هاخد البلاد زي ما هو واشوف هيحصل له كلوتينج في خلال وقت قد ايه. فالمفروض ابروكسيمتلي يبقى بنتكلم في 2 ل 3 امثال الكنترول فاليو، او اللي هو البري تريتمنت فاليو قبل ما ياخد العلاج. المفروض ان انا احسن، يعني طبعا قبل ما ياخد العلاج زي ما انتم عارفين هو عنده استيوله قليله وعنده فرصه ان يحصل جلطه وكلام من ده، فانا عايز ان انا ايه الوقت اطوله شويه اللي هو بياخده عشان يحصل تجلط. وبالتالي هنا الهول بلاد كلوتينج تايم انا عايزه يبقى 2 ل 3 امثال وضعه او الكنترول فاليو قبل ما يبدا العلاج بتاعه. حلو جدا. طيب الدوزنج اكزامبلز، ممكن ادي لو دوز كبروفلاكتيك زي مثلا لما ادي 5000 يونت سبكيوتينيوسلي 2 اورز بري سيرجري قبل الايه، قبل العمليه، وبعدين كل 8 ل 12 ساعه as needed for prevention of thromboembolism او deep vein thrombosis او البلمونري امبولاس او امبوليزم. طيب البيدياتريك ممكن اديهم 50 يونت لكل كيلو جرام. مش مطلوب طبعا ان انت تحفظ الكلام دوت، لكن ان انت تفهم احنا بنتعامل ازاي مع كل كيس، لان المسائل هتيجي بيقول لك بقى انت عندك تشايلد كذا 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 بتعامل معاه ازاي، عندي واحد هديله بروفلاكتيك دوز فهعمل معاه ايه، واحد لا حصل تغير في الاي بي تي تي فاليو بتاعه، فازاي ان انا اقلل الدوز او ازود الدوز اكوردنج للفاليو وهكذا. فبيقول لي عندي البيدياتريك بياخد 50 يونت لكل كيلو جرام انترافينوس، وبعدين المينتنس بتاعته بياخد 100 يونت لكل كيلو جرام every 4 hours، او 20000 يونت لكل متر سكوير لكل 24 hours continuous infusion. يعني هنا بيحسب كمان بطريقه جديده على حسب السيرفيس اريا بتاعه الايه، بتاعه الجسم. وخدنا طبعا حسابات السيرفيس اريا قبل كده، وهسيب لكم الرابط فوق نراجع الشابتر دوت ونشوف ازاي انا بحسب الدوز بيزد على السيرفيس اريا. الادلت بروتوكولز ده ممكن يبقى يمشي على هوسبيتال فورم جايد، بيديني حاجه اسمها البولس دوز وحاجه اسمها الانترافينوس انفيوجن ريت. طبعا البولس دوز دي بيدي زي لودنج دوز من اسمها بولس او لودنج، حاجه في الاول جرعه عاليه عشان بس يمنتين او يوصلوا الليفل معين من الكنترول، وبعد كده يبدا يكمل معاه بقى بالايه، بالتنقيط الوريدي او الانترافينوس انفيوجن عشان يمنتين الفاليو اللي هو وصل له دوت. طيب توقفنا للصلاه بس دقائق كده ورجعنا لكم. ده مثلا مثال من اللي انا بقول لكم عليه، اللي هو يكون عندي هوسبيتال بروتوكول. فعندنا مثلا حاجه اسمها سيتي هوسبيتال وات ايفر، فبيقول الادلت ويت بيزد هيبارين بروتوكول. هو ازاي بيعمل هيبارين بروتوكول بتمشي عليه المستشفى في الكالكوليشنز بتاعتها. طيب اول حاجه هنا بيقول لك عندك ستاندرد اي في هيبارين بري ميكسد سوليوشن، والتركيز بتاعه 25000 يونت في 250 مللي.
لما تقسم طبعا عدد اليونتس بتاع ال 250 يطلع لك كل ملي لتر فيه حوالي 100 يونت. بيقول لك بيعمل انيشال لابوراتوري تيست، فدرو بيفور ستارتنج هيبرين بتعمل التستات ديت الاي بي تي تي والبي تي، البروثرومبين تايم والسي بي سي ويز بليتلت كاونت. في اليوم الثاني وكل 3 ايام thereafter بعد كده يعني بيعمل ايه؟ بيعمل سي بي سي ويز بليتلت كاونت. فبيقول لك الاي بي تي تي 6 hours after heparin infusion is started، فهو بيعمله بعد 6 ساعات من ان انت ايه بدات العلاج بالهيبرين انفيوجن. وكذلك بتعمل الاي بي تي تي 6 hours after every change في الهيبرين administration rate، لما تغير في الريت بتاعه. هنفهم يعني ايه بعد شويه اغير في الريت بتاعه. اور بولس دوز اوف هيبرين، او في البولس دوز نفسها اللي انت هتديها من الهيبرين. once therapeutic ABTT level is reached، لما توصل بقى للمستوى العلاجي او اللي انت بتارجته، خلاص do an ABTT test 6 hours later، يعني بعد ما توصل للمستوى دوت ب6 ساعات هتعمل برضو نفس التست تاني اللي هو ال ABTT. طيب بيقولك بعد كده after 2 consecutive therapeutic ABTT levels are obtained، لما انت تحصل بمرتين متتاليتين في التست بتاعك ان انت محقق الليفل اللي انت عايزه، خلاص بتعمل التست ده ديلي وتطمن ان المريض تمام، وبعد كده بتعمل discontinue all الميديكيشنز و other انجكشنز. يبقى انت خلاص كده بتوقف الايه العلاج وتبقى خلاص. هنا طبعا بيكتب في البروتوكول اذا كان البيشنت دوت may او may not receive drug containing aspirin او drug containing non-steroidal anti-inflammatory agent. حلو جدا. طيب هنتكلم بقى هنا، احنا قلنا بيدي الجرعه على مرحلتين. اول حاجه اسمها البولس دوز او اللودنج دوز اللي هي في الاول عشان يرفع بس الليفل اوف هيبرين، فهنا بيقول لك 80 يونت لكل كيلو جرام. الليميت 8000 يونت، يعني ما تزودش اللودنج دوز باي حال من الاحوال عن 8000 يونت، فده الماكسيمم بتاعي. الكونتينوس انفيوجن ريت اللي هو بياخدها بقى بعد البولس دوز ديت بتبقى 18 يونت لكل كيلو جرام لكل اور. خلي بالك انا الجدول ده اللي بركز عليه لان هنستخدمه في حل المسائل كتير. هيقول لك ارجع للفيجر 10.1 اللي هو الجدول دوت ونبدا نحل المساله بناء على المعطيات اللي موجوده اوريدي عندنا. طيب بيقول لك بقى ازاي بتمونيتور الاي بي تي تي فاليو دوت. فبيقول لك هنا والله لو انت لقيته اقل من 35 سكند الوقت اللي عشان يحصل فيه تجلط، فبيقول لك خلاص يبقى البولس زيها زي ما احنا اتفقنا 80 يونت لكل كي جي، وانكريز الانفيوجن ريت باي 4 يونت لكل كيلو جرام لكل اور. لان هنا طبعا انا لما الاقي اقل من 35 سكندز خلاص يعني معنى كده بيحصل تجلط بشكل سريع جدا، فانا محتاج عشان كده ان انا ازود الهيبرين. فعشان كده بيقول لك ارفع الانفيوجن ريت باي 4 يونت. 4 يونت من ايه بقى؟ من الستاندرد اللي هو حاطته لي، ما هو حاطط لي 18، فلما ازود ب4 يونت يعني خليه كام؟ 22 لكل كيلو جرام لكل ساعه. حلو جدا. بيقول لك لو لقيته من 35 ل 45 سكندز، يعني هنا خد وقت اطول عشان يحصل تجلط، فانا كده زودت السيوله بتاعت الدم. فبيقول لك البولس دوز 80 يونت زي ما احنا، وانكريز الانفيوجن ريت باي 2 يونتس بس، لان انا لسه برضو ده مش مرضي بالنسبه لي 35 ل 45 سكند، لا انا عايزها تطول اكتر، زمن التجلط يطول شويه. فبيقول لك لو 46 ل 70 سكند فنو تشينج ان انفيوجن ريت، خلاص نفس الانفيوجن ريت اللي انا شغال عليه اللي هو 18 يونت لكل كيلو جرام لكل اور. طيب لو كان 71 ل 90 سكندز، لا ده هنا زاد قوي بقى، ده بقت سيوله الدم زياده لدرجه ان بيتاخر حتى التجلط زياده عن اللزوم. فبيقول لك قلل الانفيوجن ريت باي 2 يونتس، يعني لو انا شغال 18 يونت يبقى هخليها كام؟ هخليها تقل تبقى 16 يونت. طب لو اكتر من 90 سكندز، ده هنا بيقول لك هولد الانفيوجن فور 1 اور، وقف لمده ساعه عشان الجسم يحصل ريبالانس، وبعدين لما ترجع تستارت تاني ديكريز الانفيوجن ريت باي 3 يونتس، يعني من 18 انزل لكام؟ ل 15 يونت لكل كيلو جرام لكل اور. فده اسمه بروتوكول. يبقى زي ما انتم شايفين هو ادابتيف او بيبقى فيه كده نوع من الادابتيشن على حسب النتيجه بتاعه التيست اللي انا بعملها اللي هي الاي بي تي تي فاليو. فاعمل مونيتورنج واظبط الدوز، اعمل مونيتورنج واظبط الدوز، تمام. عشان كده مفيش هنا فيكس الدوز بنحسبها وخلصنا، لا لازم يبقى اتابع المريض واشوف الدنيا هتمشي ازاي. طيب من انواع الهيبرين عندي حاجه اسمها لو موليكولار ويت هيبرينز، يعني حاجات تبقى فراجمنت من الهيبرين، مش بدي الهيبرين از مولكيول يعني. فبيقول لك ان انا عندي مثلا من الحاجات اللي موجوده اللي هي الانوكسابرين صوديوم اسمه لوفينوكس، او الدلتا برين صوديوم اللي هو اسمه فراجمين. طيب بيقول لك الريجولار هيبرين اصلا الموليكولار ويت بتاعه بيتراوح ما بين 3000 ل 30000،
تمام. بينما اللو مولكيولار ويت هيبارين من 4000 ل 6000 دالتون بس، فهي عشان كده هي فراجمنت اوف هيبارين. طب ميزتها ايه؟ ميزتها ان انا ممكن اديها سبكيوتينيوس، خلاص مش بتتاخد اي في زي الهيبارين العادي، وليس انترفيرنس وذ البليتلت فانكشن، ما بتتدخلش مع عمل البليتلت فانكشن خالص، ومور بريدكتبل انتي كواجولانت ريسبونس. يعني انا ممكن بيزد على الدوز اتوقع الاي بي بي تي او اي بي تي تي تايم هيوصل لفين، فانا اقدر يعني اظبط الدوز مع الايه الريسبونس اللي بتطلع لي. ونو كلوتينج تايم مونيتورنج ريكوايرد، انا ممكن حتى ما احتاجش اعمل مونيتورنج للكلوتينج تايم لانها بريدكتبل بدرجه كبيره، فبالتالي مش محتاج ان انا اتابع بشكل ايه فيري كلوز يعني. طيب السيفتي كونسيدريشن بالنسبه للهيبارين ايه هي؟ اول حاجه بيقول لك هو potentially dangerous medication require extreme caution، لازم طبعا يتاخد بحذر، لازم متابعه عشان اشوف المريض ما احلش له مشكله التجلط وادخله في مشكله نزيف او كده. فعشان كده بنقول ان في hemorrhage risk والبيشنت needs close monitoring. طيب high risk population البيدياتريك طبعا والسينيورز اللي هو الالدرلي بيشنت. طيب ايه اللي ممكن يحصل في الكومن دوزنج ايرور سورسز؟ ممكن اول حاجه يحصل ميس كوميونيكيشن، يعني الابريفيشن يو فور يونتس ده لما بيتكتب ممكن يترجم غلط، احيانا اليو دي تبقى مقفوله من فوق فيترجم زيرو زياده، فبدل ما اقول لك مثلا 1000 يونت ممكن تقرا 10000 يونت، فده يدخل يعني المريض في مشكله كبيره، يعني انت زودت عدد اليونتس بشكل كبير، فلازم تتكتب يونتس از از يونتس يعني. الميس كالكوليشن انكوركت دوز كومبيوتيشن، هتشوفوا دلوقتي في المسائل واحنا بنحل يعني بعض المسائل كده تحتاج تركيز وتحتاج ارجع واحسب على كذا مره، وبالذات لما يكون في كيس معايا ببدا اغير فيها الجرعه بشكل يعني متكرر وكده على حسب التست فاليو اللي بيطلع لي، فبالتالي لازم ابقى اراجع الكالكوليشن بشكل كويس جدا، لانها في النهايه اي غلطه هنا والمريض بياخد الانفيوجن دوت يعني ممكن فعلا تاثر على حياته. طيب الرونج سترينث اللي هو ان انا ادي incorrect product concentration، طبعا هنا عشان يميزوا بين البرودكت كونسنتريشن هنلاقي هنا بيحطوا color coded product packaging، يعني هنا مثلا زي ما انتم شايفين عندي الهيبارين اللي هو 30000 وحده لكل 30 مللي، وهنا ال 50000 وحده لكل 10 مللي، فبالتالي دي واخده اللون الاورنج، دي واخده اللون البيربل او الموف، فبالتالي انا عندي different product بديفرنت color theme عشان اقدر ان انا اميز بينهم بسهوله وما يحصلش نوع من الايه الميكسنج اب او كده او الغلط في الحسابات. طيب كده خدنا الملاحظات العامة، خلونا بقى نبدأ في حل المسائل. معنا أول مسألة هنا بيقول لي هنا عندك intravenous infusion contained 20,000 unit of heparin sodium في كل 100 في كل 1000 مليلتر of dextrose solution، فأنا عندي أدي ال 20,000 يونت أهو موجودة في كل إيه يونت أهي، نكتبها يونتس موجودة في كل 1000 ملي لتر. أوكي. الريت اوف انفيوجن was set at 1600 يونت بير اور، يبقى بيعمل انفيوجن 1600 يونتس لكل اور لبيشنت الوزن بتاعه 160 باوند. calculate the concentration of heparin sodium in the infusion in units لكل ملي لتر، عايز يعرف الكونسنتريشن in units لكل ملي لتر كام يونت طب انا عندي هي اصلا 20000 يونت لكل 1000 ملي لتر، يبقى في الملي لتر واحد على ايه؟ حاسم على 1000، او هقول اكس يونت مثلا، خلاص لكل ايه؟ لكل 1 ملي لتر المحصله واحده، يبقى الاكس بتساوي ال 20000 دي على 1000 هتطلع كام؟ هتطلع 20 يونت لكل ملي لتر. ادي كده اول ايه؟ اول مطلوب. بعد كده اللينس اوف تايم الانفيوجن وود ران ان اورز، هيقعد قد ايه في الساعات؟ طيب انا بدي كام؟ بدي 1600 يونت لكل ايه؟ لكل اور، فانا عاوز اعرف ال 20000 يونت هياخدوا وقت قد ايه؟ فهقسم ال 20000 اقسمها على 1600، او نعمل برضو نفس الكلام، ال 20000 يونت دول هياخدوا وقت اكس اورز، بينما انا عارف ان ال 1600 يونت بتاخد ايه؟ بتاخد 1 اور. نفس الكلام الاكس هعمل ايه؟ 20000 في واحد خلاص على 1600، يعني 20000 على 1600 هتطلع لي 12.5 hours. يبقى ده كده المطلوب الايه؟ التاني. التالت بيقول الدوز اوف هيبارين صوديوم administered to the patient on a unit لكل كيلوغرام بير مينت بيزس، يعني احسب لي بقى الدوز اللي البيشنت ده هياخدها كيونت لكل كيلوغرام لكل ايه؟ لكل مينت. حلو جدا. هو اصلا بياخد ايه؟ بياخد البيشنت دوت عباره عن 160 باوند، خلاص، فانا عايز ال 160 باوند دي احولها
لكيلو جرام، فبقسم على 2.2 يطلع وزن البيشنت 72.7 كيلو جرام. ممتاز. طيب هو البيشنت ده هياخد اصلا الجرعه قد ايه؟ الجرعه الكامله طبعا انا عايز هنا، خلي بالك هو عايز يحسب ايه؟ يجيب اليونت لكل كيلو جرام لكل ايه؟ مينت. حلو جدا. انا عندي البيشنت دوت المفروض ان هو هياخد ال 20,000 يونت كاملين. اول حاجه ال 20,000 يونت اللي هو المفروض هياخدها البيشنت ديت، خلاص ال 20,000 يونت دي انا هقسمها على الكيلوجرامز، عدد الكيلوجرامز اللي هي 72.7. هيطلع كام؟ عشان احسب بيونت لكل كيلوجرام هياخد كام يونت لكل كيلوجرام. فيبقى ال 20,000 على 72.7 تطلع 275.10. ممتاز. يبقى ده كده عدد اليونتس اللي هو هياخدها لكل كيلوجرام. ممتاز. بس دي ال 20,000 دول احنا قلنا هياخدهم على ايه؟ على مدى 12 ونص ساعة. مش احنا حسبنا ال 20,000 دول هياخدوا 12 ونص ساعة؟ طب انا عايز ايه؟ انا عايز بير مينت. يبقى ال 12 نص ساعة دول فيهم قد ايه؟ يبقى هقسم الاول على دول على 12 ونص ساعة عشان نجيب في الساعة الواحدة، صح كده؟ وهقسمهم كمان على 60 عشان نجيب في الدقيقة، لأن الساعة فيها 60 دقيقة، فهضرب تحت كمان في 60، يعني كأني قسمت مرة على 12 ونص ومرة على 60، فأقسم دي على بعض هتطلع 0.37 بالتقريب، يعني يونتس لكل كيلو جرام لكل مينت. جميل جدا جميل جدا. طيب خلينا لو حلينا المساله دي بطريقه الدايمنشن اناليسيس زي ما احنا اتفقنا المره اللي فاتت، انا ممكن احلها في خطوه واحده. فهقول مثلا هنا بيقول لي احسب لي انت عايزها بير يونت بير كيلو جرام بير مينت. فهنا دايما بنحط زي ما قلنا في الديزايرد كوانتيتي، الديزايرد اللي هي اللي هي يونتس لكل كيلو جرام لكل لكل مينت. ممتاز. طيب تعالى نشوف الجيفن اماونت. الجيفن اماونت اللي هو عطاهاني قال لي المريض ده هياخد 20,000 يونت، فانا عندي هنا فوق 20,000 يونتس ده هو اللي هياخدهم. طيب هنا بقى هنركز على الكونفرجن فاكتور اللي احنا هنحطه. خلينا هنا انا اول حاجه عايز انا حطيت اليونتس خلاص اهي، ادي اليونتس اللي هو مديهاني. بعد كده بير كيلو جرام، فالكيلو جرام هيبقى تحت، يعني هنا بقول عندي ال1 كيلو جرام بيساوي بيساوي 2.2 باوند. جميل. طب هو البيشنت اصلا عنده وزنه قد ايه؟ 160 باوند. حلو. هضرب الكلام ده في 160. خلاص. طيب ال 160 دي هحطها فوق ولا هحطها تحت؟ انتوا بقى هتقولوا اعمل ايه؟ المفروض ان انا احطها تحت. ليه احطها تحت؟ عشان قلنا الباوند هيروح مع الباوند، خلاص هيتبقى لي الكي جي. انا في النهايه هدفي لو انا برتب الكونفرجن فاكتورز بتاعتي ان لما اختصر الوحدات مع بعض يتفضل لي اللي هو عايزه. فانا عندي يونتس موجوده فوق اهي، اليونتس موجوده فوق، الكي جي موجوده تحت يبقى موجوده تحت. حلو جدا. فانا عندي هنا هضرب في في 1 على 160. ليه حطيت ال 160 باوند تحت؟ عشان الباوند دي اختصرها مع الباوند دي. حلو جدا. طيب ممتاز. فاضل لي فاضل لي التايمنج اللي هو المينت. حلو جدا. انا عندي ال1 اور فيها كام كام مينت؟ فيها 60 مينت. طب المينت هتبقى فوق ولا تحت؟ المينت هتبقى تحت لان احنا هنا بير مينت برضه. يبقى عندي بقول ال1 اور ايكوال ايكوال 60 مينت، صح كده؟ ممتاز. فاضل فاضل الاور تتكنسل مع الاور. هو اصلا العلاج ده بياخد وقت قد ايه؟ بياخد 12 ونص اور. طيب الاور بقى احطها فوق ولا تحت ال 12 ونص اور؟ برافو عليكم، هحطها تحت. يبقى انا هقول هنا 1 على 12 ونص اور، بحيث ان انا اختصر الاور مع الاور، واوريدي اختصرت الباوند مع الباوند. يبقى اللي هيطلع لي هيطلع لي يونتس بير كيلو جرام بير مينت. كل اللي عليا ان انا اعمل الكالكوليشن دي ان 1 ان 1 لاين. يبقى 20,000 ضرب 2.2 ضرب كل دول 1 خلاص على هنا 160 في 60 في 12 ونص. ادي 160 في 60 في 12 ونص. طيب تعالوا نعمل الكالكوليشن دي يطلع كام؟ هتطلع نفس الرقم اللي احنا حسبناه 0.37 units per kg per minute. تمام. يبقى احنا كده اكدنا برضو مره كمان على طريقه استخدام الدايمنشن اناليسيس في اكتر من فيديو اهو، او اكتر من مساله حليناها. تقدر تحل بالطريقه اللي فوق اللي هي تمشي بيها لوجيكال او خطوه خطوه منطقيا، خلاص، او ممكن تعملهم كلهم ان وان لاين. شوف الطريقه اللي بتريحك واللي انت بتتلخبطش فيها، والافضل انك تعرف الطريقتين عشان تقدر تعمل دبل تشيك على حلك، يعني تحلها بطريقه وترجع تحلها بالدايمنشن اناليسيس فيطلع لك الاثنين نفس الحل ويكونفيرم يور انسر. هتبقى طبعا متاكد بشكل كويس جدا. تعالوا ندخل على المسألة الثانية.
A patient weighing 80 kilogram was given initial bolus dose of heparin and heparin drip for the first 6 hours. يعني خد الأول بولس دوز من الهيبارين اللي هي اللودنج دوز اللي قلنا عليها، وهيبارين دريب اللي هو intravenous infusion يعني بالتنقيط for the first 6 hours. Using الفيجر 10.1 what was the total amount of heparin administered in this period. خلاص هنرجع بقى للايه للتيبل اللي هو الفيجر 10.1. حلو جدا. اول حاجه هو وزنه كام؟ وزنه 80 كي جي. خلاص نحط المعلومه دي على جنب كده ان وزن المريض 80 كي جي. خد بولس دوز وخد ايه؟ خد هيبارين دريب لمده 6 ساعات. تعالوا نحسب كده التيبل اللي عندنا، نرجع له. ادي التيبل اهو. حلو جدا. بيقول لي ايه؟ بيقول لي في البولس دوز انت بتاخد 80 يونت لكل كيلو جرام. يبقى هكتب تحت المعلومه دي عشان دي انا هحتاجها. يبقى انا عندي في البولس عندي 80 يونت لكل ايه؟ لكل كي جي. امال الانفيوجن او اللي هي بالدريب عباره عن ايه؟ نرجع لها تاني اهو. 18 يونت لكل كي جي لكل اور. هرجع هنا 18 يونت لكل كي جي لكل اور. هو بيقول لي ايه؟ احسب لي التوتال اماونت اوف هيبارين ادمنسترد ديورنج البيريود دي. احسب لي كميه الهيبارين كتوتال خد قد ايه. طيب اول حاجه بالنسبه للبولس عباره عن ايه؟ عباره عن 80 يونت صح كده لكل كي جي. 80 يونت اهو لكل كي جي. هو كام كي جي؟ 80. يبقى 80 في 80 يطلع كام؟ 6400 يونت. ادي اول مطلوب او اول ايه كميه. طيب بالنسبه للانفيوجن 18 يونت لكل كي جي لكل ساعه. طيب هو هنا خد كام؟ خد 6 ساعات. فانا عندي 18 يونت. اذا كان ده لكل كي جي، لا ده هنا هضرب في 80 عشان اجيب في ال 80 كلهم 80 كي جي، وكمان في 6 ساعات. في 6 ساعات زي ما السادات بيقول. طيب يطلع كام؟ 8 46 يونتس. يبقى 8640 يونت. التوتال يطلع كام؟ التوتال بجمع الاثنين دول على بعض يطلع التوتال 15040 يونتس. يبقى سو سيمبل، بحل المسألة بمنتهى الايه؟ البساطة. طيب تعالوا كده المثال دوت بيقول لك after 6 hours ال APTT time. هو طبعا بيتكلم على نفس يعني بيشير الى المثال السابق اللي هو في example 2 اللي احنا حليناه. بيقول لك بعد 6 ساعات جاي بيقيس ال APTT value لقاها 102 seconds. 102 يعني ارتفع الايه؟ الوقت او زاد الوقت ل 102. Use الفيجر 10.1 determine any changes necessary in this heparin therapy. هتعمل ايه بقى لما انت لقيت الفاليو ده؟ ارجع للجدول وشوف المفروض تعمل ايه. calculate a new flow rate. شوف الفلو ريت الجديد اللي انت هتعمله in milliliter per hour using the standard heparin IV solution. حلو جدا. تعالوا كده نرجع للايه الجدول عشان نشوف ال 102 دي هتخليني اعمل ايه. شايفين الجدول ده اللي احنا كنا فيه اهو. بيقول لي لو اكبر من 90 اللي هي الكيس بتاعتي انا 102 seconds، بيقول لك hold الانفيوجن for 1 hour. اول حاجه هوقف الانفيوجن لمده ساعه، وبعد كده لما ترجع ريستارت الانفيوجن تاني decrease الانفيوجن ريت باي 3 يونت لكل كيلوجرام لكل اور. حلو جدا. هديكريز الايه؟ الانفيوجن بتاعي. يبقى اول حاجه ان انا هقول له ان انا هعمل hold for 1 hour. ده اول تشينج. خلاص بعد كده لما اجي اعمل بقى اعدل الريت بتاع الانفيوجن هتقلله 3 يونتس. طب هو كان الريت الاصلي كام في الجدول؟ احنا شفناه كام؟ 18. فهيبقى هو كان 18 يونت لكل كي جي لكل اور. المفروض يبقى كام؟ يبقى 15 يونت لكل كي جي لكل اور. ممتاز. حلو جدا. ده اللي انا هعمله، هقلل الريت بتاع الانفيوجن لكده. فبيقول لي بقى ايه؟ calculate a new flow rate in milliliter per hour. هتدي له كام مليليتر بير اور. طيب الاول قبل ما احسب كام مليليتر بير اور انا عايز احسب كام يونت للايه؟ للبيشنت دوت. البيشنت دوت المفروض ان وزنه قلنا كام؟ 80 كيلو. فانا عندي 15 يونت دول لكل كي جي لكل اور. لا في ال 80 بقى كلهم قد ايه؟ يبقى هضرب 15 في 80 هيطلع لي الكميه عباره عن هيبقى 1200 يونتس بير اور. ممتاز. يبقى 1200 يونت للساعه. طب هو مش عايز باليونت، هو عايز بالمليليتر. فاكرين الكونسنتريشن بتاع الهيبارين اي في سوليوشن في الجدول كان ايه؟ كان بيقول لي ان انت عندك 225,000 يونت. حلو. في ايه؟ في 250 ملي
من الانفيوجن يعني كام؟ يعني 100 يونت بير مليليتر، يعني كل ملي يحتوي على 100 يونت. طب دول كام يونت؟ 12000، يبقى 1200 يونت هلاقيهم في كام ملي؟ اكس ملي. لو عملت مقص هتطلع ال 1200 بقسمها على 100 يطلع 12 ملي. يبقى انا المفروض اديله الكلام ده 12 ملي بير اور. وكده يبقى اتحلت المساله اللي بعدها بيقول لي heparin sodium may be administered to children by intermittent intravenous infusion. هديه للطفل بعمليه التلقيط الوريدي every 4 hours، كل 4 ساعات. يعني every 4 hours دي عشان نبقى عارفينها 4 ساعات يعني معناها كل 4 hours يعني معناها 6 times a day، 6 times per day. ممتاز. at dose ranging from 50 ل 100 يونت لكل كيلوغرام of body weight. 50 ل 100 يونت لكل كيلوغرام. using an injection containing heparin 5000 يونت بر ملي. الهيبارين اللي عندي عبارة عن 5000 يونتس لكل ملي لتر. calculated daily dosage range in milliliter for 50 pound child. وزن التشايلد 50 باوند. فبيقول لي الديلي بقى هيبقى كام in terms of of milliliters، يعني بالمليليترز هيطلع كام. فسهله جدا، انا عندي التشايلد ده 50 باوند، فال 50 باوند دول هقسمهم على 2.2 عشان اطلع الوزن بالكي جي، فهتطلع عباره عن 22.72 كيلو جرام. ده الوزن بتاعه. حلو جدا. فبيقول لي طبعا ان انت بتدي 50 ل 100 يونت لكل كيلو جرام، يبقى هنا هضرب ال 50 ديت في 22.72 وهضرب ال 100 كذلك في 22.72. دي هتطلع لي 2272 يونت. خلاص، لان انا ده للبيشنت بقى نفسه. وهنا طبعا هتطلع 1136.3 برضو يونتس. ممتاز، جميل جدا. فدي كده اليونتس اللي هو هياخدها. بس هو هياخد كم مره في اليوم؟ احنا قلنا هياخد 6 مرات في اليوم. فهضرب دي، لان هو بيقول لي بيقول لي كالكوليتد ديلي دوزج رينج، فهضرب دي في 6 وهضرب دي في 6. مش احنا قلنا بياخد كل 4 ساعات؟ خلاص، والكميه دي بياخدها لكل كيلو جرام. خلاص، بس دي الدوز الواحده. هو هياخد هياخد 6 مرات في اليوم. هضرب دي في 6 ودي في 6، هتبقى 6818.18 يونتس بير داي. وديت هتكون 13636 برضو يونتس بير داي. انا طبعا شلت الكسور يعني من هنا، عايز تخليها خليها، مش مشكله يعني. فدي كده عدد اليونتس. بس هو عايز عايز بالملي لترز. ارجع بقى هنا ابص على ديت، هلاقي ان هي 5000 يونت لكل ملي لتر. طيب اذا كانت هي 5000 يونتس لكل 1 ملي، امال ال 6818 يونتس هلاقيهم في كام؟ اكس ملي. امال اللي هم ال 13636 يونتس هلاقيهم في اكس ملي. هحسب دي وهحسب دي، هيطلع الاولى عباره عن 1.36 ملي والتانية عباره عن 2.73 ملي. يبقى ده الرينج اللي هو هيديه للمريض بير داي. خلاص، يبقى جبناها بالملي لتر. مش محتاج اقول لك ان الكلام ده ممكن يتحل برضه بالدايمنشن اناليسيز، لكن انا عملتها لك خطوه خطوه عشان تبقى ماشيين بكايند اوف لوجيك، وتقدر تجربها بالدايمنشن اناليسيز تتاكد من حلك. طيب المسألة اللي بعديها دي مسألة ظريفة بتفكرنا بالشابتر اللي احنا كنا شرحناه قبل كده، شابتر 8 الخاص بالنوموجرام، وزي احنا عن طريق الهايت وعن طريق الويت بنقدر نحدد السيرفيس اريا بتاعة البيشنت عشان احنا نقدر نحسب الدوز بناء على السيرفيس اريا. فخلينا هنا انا جبت لكم الشكل دوت ورسمت عليه الخط according للمعطيات هنا عشان تسهيلا بس او تسريعا للحل. فبيقول لي البيدياتريك مينتنس دوز اوف هيبارين صوديوم is stated in the literature as 20,000 يونت لكل متر سكوير لكل 24 ساعة. فيوزنج البي اس اي نوموجرام in chapter 8 heparin sodium injection containing heparin sodium 1000 يونت لكل ملي لتر calculated daily volume of injection
to administer to 25 pound a child measuring 22 inches الهايت بتاعه. طالما انا عايز ان انا احسب الدوز الديلي فوليوم اوف انجكشن كام مليليتر، فانا محتاج الاول ان انا اشوف هو هياخد قد ايه بيزد على السيرفيس اريا بتاعت الجسم المريض. طيب انا عندي هنا الوزن بتاعه كام؟ 25 باوند. ادي ال 25 باوند اهي، النقطه بتاعته اهي، وعندي كمان الهايت بتاعه 22 انش. لو تلاحظوا الهايت هنا الناحيه دي بالانش والناحيه دي بالسنتيمتر، كذلك الويت الناحيه دي بالباوند والناحيه دي بالكي جي. هو مديني بالانشز والباوند، فبحدد النقطه بتاعتي ادي ال 25 اهي وادي ال 22 انش، واوصل الخط بينهم. هيتقاطع هنا فين؟ ادي دي 0.35 يبقى دي 0.36 يبقى دي 0.37، يبقى دي النقطه اللي انا انترستد فيها اللي هي ال 0.37. يبقى ده مساحه السيرفيس اريا بتاعت الايه التشايلد دوت. ممتاز. اذا كان هو بياخد 20,000 يونت لكل متر سكوير، فانا عندي هنا 20,000 يونتس لكل 1 متر سكوير. طب السيرفيس اريا هنا بالمتر سكوير كام؟ 0.37، يبقى 0.37 متر سكوير المفروض ياخد اكس يونت. اما اجي احسب الاكس ديت هتطلع لي 7400 يونتس. يبقى عندي ايه؟ ان اعرف هياخد كام مليليتر. هو بيقول لي الانجكشن ده عباره عن 1000 يونت لكل مليليتر، فاذا كان هو 1000 يونت لكل 1 ملي يبقى اكس يونت لكل ايه؟ يبقى ال 7400 يونت موجودين في اكس مليليتر اللي هي تطلع 7.4 ملي لتر. تمام، وبقى كده انا حليت الايه المساله بتاعتي. طيب المساله اللي بعدها بيقول لي recommended dose of deltapirin او دالتيبارين اللي هو الفراجمين for patient undergoing hip replacement surgery، بيعمل جراحه معينه is 2500 international units within 2 hours before surgery. يعني بياخد 2500 international unit within 2 hours before surgery. 2 hours before surgery. جميل. وبعدين و2500 يونت، 2500 international unit for 8 hours after surgery. و5000 يونت daily لمدة ايه 5 to 10 days starting on the post operative day، في ايه 5 ل 10 ايام بعد العملية. how many milliliters from a vial containing، هياخد كم ملي من الفايل بتاعتي اللي هي containing التركيز بتاعها 10,000 units لكل ملي لتر should be administered before surgery و after surgery والday following surgery، اليوم بس اللي بعد العملية مش كل الأيام. يبقى هو عايز الكمية بالملي لتر هياخد قد إيه. ممتاز. الأول حاجة أنا محتاج أحسب في كل حالة اليونتس اوف هيبارين اللي هو هياخدها. فبيفور سيرجري قال لك هياخد قد إيه؟ 2500 وحدة. يبقى بيفور سيرجري أول مطلوب بيفور سيرجري خلاص هياخد 2500 وحدة، مش محتاجة أي كالكوليشن. طيب دي هلاقيها في قد إيه؟ إذا كان أنا عندي 10,000 وحدة موجودة في 1 مليليتر، إما 2500 موجودة في قد إيه؟ إكس مليليتر. هلاقي الإكس دي عبارة عن كام؟ 0.25 مليليتر. أدي كده أول مطلوب، لأن هو عايز هنا إيه؟ بيقول لي هاو ميني مليليترز، عايز الفوليوم. ممتاز. طب أفتر سيرجري بعد الجراحة، أفتر سيرجري هو بياخد قد إيه؟ قال لك ياخد 2500 يونت 4 ل 8 ساعات افتر السيرجري. يعني مش كل 4 ساعات ولا كل 8 ساعات، هو ما يقصدش كده، ولا اللي فوق يقصد كل 2 hours. خلي بالك من الكلام، لو قال لك every 2 hours فانا هحسب بقى اليوم فيه كام 2 hours واضرب. لكن هو بيقول لي ساعتين قبل العمليه، ودي 4 ل 8 ساعات بعد العمليه، مش كل 4 ساعات ولا كل 8 ساعات، والا كنت هضرب في 6 لو كان 4 ساعات، او هضرب في في 3 لو كان 8 ساعات. فخلي بالك اقرا المساله كويس وافهم اللغه بتاعتها. فهنا 2500 يبقى برضو نفس الكلام زي اللي فوق بالظبط، هياخد 2500 يونت، هلاقيهم في كام ملي لتر؟ هلاقيهم 0.25. طيب المطلب الثالث عندي بيقول لي الداي فولوينج سيرجري، بعد بقى العمليه، اول يوم بعد العمليه. هو بيقول لي هنا هاخد 5000 وحده ديلي
من 5 ل 10 ايام، بس هو مش هيحسب بالخمس ل 10 ايام كلهم، هو عايز بس اليوم اللي بعد العمليه اللي هو هياخد كام؟ 5000 وحده. يبقى 5000 دول هلاقيهم في قد ايه؟ مش محتاجه حساب، هلاقيهم في نص ملي، لان اذا كان الواحد ملي فيه 10000 يبقى نصهم ال 5000 هلاقيهم في نص ملي. طيب هنحل هنا الكيس بوينت خلاص. 10.1 دي ايه فيها طلبات كده ايه كتير نمشي عليها واحده واحده، وبيشرح لك بقى ايه السيناريو بتاع المساله. فبيقول لي انا عندي البيشنت بتاعي 198 باوند hospitalized patient placed on heparin therapy to treat pulmonary embolism. البيشنت requires bolus injection، هيحتاج bolus injection followed by heparin infusion، نفس البروتوكول الطبيعي اللي احنا بنمشي عليه. الهوسبيتال فولو البروتوكول شون ان فيجر 10.1. قلت لكم الفيجر ده هنحتاجه كتير، انا حطيته هنا اهو عشان نبقى ايه نرجع له بسهوله. ممتاز. الهوسبيتال فارماسيست الصيدلي بقى اللي في المستشفى هاز هيبرين افيلابل فور بولس دوزز كونتيننج 5000 يونت لكل ملي لتر ان 5 ملي فايل. يعني هو الهيبرين اللي بيستخدمه لعمليه البولس دوز او اللي هي اللودنج دوز تركيزه كام؟ 5000 يونت لكل ملي لتر ان 5 ملي فايل، يعني الفايل كلها فيها 5 ملي بس التركيز بتاعه 5000 يونت لكل ملي لتر. ممتاز. والهيبرين فور انترافينوس انفيوجن in 250 ملي infusion bags containing 25000 units of heparin. يعني الهيبرين اللي هيستخدمه للانفيوجن عبارة عن 25000 unit of heparin لكل 250 ملي من الانفيوجن. يعني لو أنا جيت أحسب التركيز هنا يطلع كام؟ احنا قلنا ال 25000 هقسمه على ال 250 هيطلع عبارة عن 100 units بير ملي لتر. يبقى انا عندي بتاع الانفيوجن التركيز بتاعه 100 يونت لكل ملي لتر، بينما اللي بيستخدم للبولس دوز تركيزه 5000 يونت لكل ملي لتر. ممتاز. تعال نبدا نشوف الطلبات بتاعته. هاو ماني ملي لتر اوف ال 5000 يونت ملي انجكشن شود ذا فارماسيست ريكومند ذا بولس دوز؟ هياخد كام ملي لتر من دوت؟ الاول طالما انا I am following البروتوكول دوت، فالبروتوكول بيقول لي ان هو هياخد 80 يونت لكل كيلو جرام. طب امال هو الوزن بتاعه قد ايه؟ شوف الوزن بتاعه 189 باوند، يبقى انا محتاج ال 189 دول احولهم الى كيلو جرام، اقسم على 2.2 هيطلعوا 90 كي جي. طب هو هياخد البولس دوز هياخد قد ايه؟ هياخد 80 يونت هضربهم في ال 90 هيديني كام؟ 7200 يونت. جميل. دول هياخدهم من اي بوتل؟ احنا قلنا البولس دوز من البوتل اللي هي 5000 يونت لكل ملي لتر. طيب اذا كان هو 5000 لكل 1 ملي يبقى ال 7200 يونت هيلاقيهم في اكس ملي. يبقى جبت اول مطلوب تطلع الاكس 1.44 ملي لتر. يبقى انا كده جبت اول ايه؟ اول مطلوب معايا. طيب بعد كده بيقول لي how many milliliters per hour of heparin infusion should the pharmacist instruct nurse to deliver based on the standard infusion protocol. الستاندرد infusion protocol اللي هو مكتوب عندي هنا اللي هو 18 يونت لكل كي جي. ممتاز. هحسب برضو يبقى 18 يونت دول هضربهم في ال 90 لان هو وزنه 90 تطلع 1620 يونت بير اور. هو عايز يونتس بير اور ولا عايز ايه؟ بتقول كام ملي لتر بير اور. ممتاز. طالما انا جبت اليونتس اقدر اجيب الملي لتر. فالتركيز هنا كان ايه لو تفتكروا؟ تركيز في الانترافينوس انفيوجن مش نفس البوتل، مش اللي هي 5000 يونت لكل ايه؟ لكل ملي. ركز معايا هتبقى كام؟ اللي هي 25000 يونت لكل 250، يعني اليونت الملي الواحد يحتوي على كام؟ على 100 يونت. فحاجي هنا انا عندي 100 يونت لكل 1 ملي لتر، يبقى ال 1620 يونت هلاقيهم في كام؟ اكس ملي لتر. اجي احسب الاكس ديت هتطلع 16.2 ملي لتر بير اور، لان ده طبعا الكميه اللي هو هيدليفر بير اور. فهنا بيقول لي هاو ماني ملي لترز بير اور، يبقى انا كده جبت الايه؟ جبت المطلوب الثاني. المطلوب الثالث بيقول if الانترافينوس انفيوجن سيت is programmed to deliver 60 drops per milliliter. كل ملي بينقطوا على ايه؟ على 60 دروب. What should be the flow rate in drops per minute to deliver الكمية اللي انت حسبتها في الانسر بي؟ يعني كأنه بيقول لي 16.2 ملي لتر اللي انت حسبتهم دول في الساعة هيبقوا كام دروب في الدقيقة؟ كام دروب في الدقيقة؟ ممتاز.
طب ممكن دي نحلها بالدايمنشن اناليسيس وممكن نحلها بالطريقه العاديه. خليني احلها لك بالطريقتين. اول حاجه انا عندي هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي هو عايز يحسب كام دروبس بير مينيت، وبيقول لي خلي بالك ان الواحد ملي عباره عن ايه؟ 60 دروب. طب هم كام ملي هنا؟ 16.2، فهضرب ادي 16.2 في 60 عشان احسب عدد الدروبس. يطلع كام؟ تطلع 972 دروب. ده في ايه؟ 16.2 ملي ده في الاور الواحده، صح؟ طب انا عايز في المينت، يبقى هقسم دول على كام؟ هقسمهم على 60 عشان يجيب لي في المينت كام دروبس بير مينت. هتطلع 16.2 دروبس بير مينت. تمام. طب لو حلناها بالدايمنشن اناليسيز نعملها ازاي؟ هو عايز ايه؟ الديزايرد اماونت، عايز دروبس بير مينت. هو مديني ايه؟ الجيفن اماونت عندي عباره عن 16.2 ملي بير اور. خلاص، هضرب في اول كونفرجن فاكتور. اول كونفرجن فاكتور بيقول لي ان الملي فيه 60 دروب. الملي احطه فوق ولا تحت؟ الملي المفروض ايه؟ هيروح، انا مش عايزه، انا عندي هنا بالدروبس. يبقى انا عندي ال1 مليليتر عباره عن 60 دروبس. ادي اول كونفرجن فاكتور. الكونفرجن فاكتور الثاني انا عايزها بالمينت ولا بالاور؟ انا عايزها بالمينت، يبقى عايز ال1 اور فيها كام دقيقه. الاور حطها فوق ولا تحت؟ هحطها فوق عشان تروح مع الاور. يبقى ال1 اور بتساوي 60 مينت. حلو. ادي الاور راحت مع الاور، والمينت سوري، والملي لتر راح مع الملي لتر، وهنا هلاقي ال60 هتروح مع ال60. يبقى اصبح بيساوي كام؟ بتساوي 16.2. ايه اللي باقي عندي من الوحدات؟ دروبس اهي بير مينيت عشان المينيت تحت، يبقى 16.2 دروبس بير مينيت. يبقى هنا الدايمنشن اناليسيس كانت اسهل حتى في طريقه الحساب. تمام. طيب كده معانا اخر مساله معانا. المساله دي جايبها لكم من نهايه الشابتر، المسائل اللي في نهايه الشابتر. واخد مساله رقم 3 عشان كانت اكتر مساله فيها طلبات نحلها مع بعض، وبقيه المسائل حاسبها لكم في محلوله في رابط في الديسكربشن بوكس تحت. هتلاقي المسائل في الكتاب اللي هي الهيبارين دوزنج كالكوليشنز صفحه 183 في الكتاب. هتلاقي الهيبارين دوزنج كالكوليشنز المسائل من 1 ل 5. تمام. هتلاقيهم محلولين تحت عندك في الايه الديسكربشن بوكس. هتلاقي فيه رابط في الحل بتاع المسائل ديت بالتفصيل، زي ما احنا قلنا بنحل المسائل كامله، مش بنسيب بس النتائج زي الايه زي الكتاب عشان تفهم الحل جه ازاي. بس انا هحل لك بس منهم اللي هي المساله رقم 3 نحلها مع بعض. المسألة رقم 3 بيقول لي أنت عندك patient weighing 76 كيلوغرام is placed on heparin therapy for prevention of deep vein thrombosis after surgery. How many milliliters of heparin injection containing 5000 يونت لكل مليلتر should be administered for a loading dose of 80 يونت لكل كيلوغرام؟ سهلة جدا طبعا. فهنا أصلا اللودنج دوز 80 يونت لكل كيلوغرام نفس اللي هو البروتوكول اللي احنا بنمشي عليه. فهو 80 يونت وهو كام كيلو جرام؟ 76. هضرب دي في دي هيطلع لي 6080 يونتس. باقي ان انا احسب ايه؟ باقي ان انا احسب كام ملي لتر، لان هو بيقول لي هنا هاو ماني ملي لتر، صح؟ طيب اللي انا عندي التركيز ايه؟ 5000 يونتس لكل 1 ملي لتر، فبالتالي ال 6080 يونتس دول هلاقيهم في اكس ملي لتر. تطلع الاكس دي بتساوي 1.2 ملي لتر من الهيبارين مع التقريب. طبعا كده انا جبت اول مطلوب. بعد كده تاني مطلوب what should be الانفيوجن ريت بملي لتر بير اور using a solution that contain 25,000 يونت لكل 500 ملي to administer 18 يونت بير كي جي بير اور. فهو عايز يحسب كام ملي لتر بير اور. اول حاجه انا عندي هو 18 يونت لكل كي جي. طب هو ال 18 دي المفروض اضربها في وزنه اللي هو 76، هيطلع كام؟ تطلع 1368 يونتس بير اور. هو عايز يونتس بير اور؟ لا، عايز ملي لتر بير اور. وبيقول لي خلي بالك انت هتاخد الكلام دوت من سوليوشن تركيزه 25000 يونت لكل 500 ملي. ممتاز. طيب انا عايز اعرف ده تركيزه قد ايه اصلا يعني، او ممكن احطه كده اقول 25000 يونت دول كلهم موجودين في 500 ملي. امال انا عايز كام يونت؟ 1368 يونت هلاقيهم في اكس ملي. احسب الاكس بتاعتي دي
هلاقي الاكس بتساوي، هلاقيها 27.36 ملي بير اور. خلاص ده كده المطلوب الثاني. اخر بقى مطلوب معانا هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي 6 hours after heparin therapy is initiated، بعد 6 ساعات جاء بيشوف الايه البيشنت ايه PTT value is found to be 75 seconds، لقاه 75 سكند. adjust the infusion rate in milliliter per hour according للهيبرين بروتوكول اللي موجود في 10.1. تعال نشوف ال 75 سكندز ديت تودينا فين. ادي 71 ل 90 سكندز، فهنا في الرينج دوت، احنا في الرينج ده خلاص. لما جاي يحسب الايه الاي بي تي تي فاليو بيقول لك decrease الانفيوجن ريت باي 2 يونتس بير كي جي بير اور. يعني انا عندي الستاندرد كام 18، فهقلل بمقدار 2 يونتس، هتبقى كام 16. يبقى نفس الكالكوليشن اللي انا عملتها هنا خلاص هعملها اللي انا عملتها هنا في الحته ديت هعملها على ال 16 يونت. فنفس الكلام هقول ال 16 في ال 76 هتطلع كام؟ هتطلع 1216 يونتس بير اور طبعا. فهو هنا عايز يحسب ايه كم ملي لتر بير اور، فانا عندي ال 25000 يونت لان من نفس الازازه اللي هي خاصه بالانترافينوس انفيوجن فيها موجودين في 500 ملي. اما لو انا عايز 1216 يونتس هلاقيهم موجودين في اكس ملي. بنفس الطريقه الاكس ملي هتطلع 24.32 ملي لتر بير اور. وكده يبقى خلصنا ايه المساله. ده كده كان الجزء الخاص بالهيبرين دوزنج كالكوليشن، خدناه في شابتر 10. طبعا شابتر 10 لسه فيه a lot of clinical cases، لكن احنا خدنا اول كيس بس اللي هي الهيبرين كالكوليشنز عشان الحلقه ما تطولش وعشان الشابتر فعلا طويل، فهنقسمه على كذا حلقه. لكن خلصنا اول جزء الخاص بالهيبرين دوزنج كالكوليشن. اتمنى كان الشرح واضح وفهمتوا المسائل بشكل كويس. لو عندكم اي كومنتات اكتبوها لي تحت، اي مسائل مش عارفين تحلوها اكتبوها لي وارد عليكم ان شاء الله باذن الله. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتشاركوها لكل زمايلكم عشان كله ان شاء الله ايه يستفيد. اشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.